السلام عليكم. الامتحانات بدأت ومش عارف اذاكر. حسيت انه لو رجعت بالزمن لايام المدرسه او الكليه وحد قال لي الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده كان فعلا هيفرق معايا جدا، لان هو فعلا فرق معايا دلوقتي وانا بذاكر. ودي اول معلومه مهمه جدا عايز اقولها، ان المذاكره ما بتنتهيش ولا بوقت المدرسه والكليه، هتفضل تتعلم لاخر يوم في عمرك، وخصوصا لو انا بني ادم عايز انمي نفسي وعندي طموحات واهداف وحاجات عايز احققها. بعيدا عن الكلام السلبي والحاجات اللي احنا بنسمعها وان الامتحانات بدات واللي ذاكر ذاكر، خلينا نتكلم شويه عن الحاجات اللي انا اقدر اعملها عشان اقدر اذاكر احسن. اول حاجه، في تكنيك اسمه البومودورو تكنيك، هحط اللينك في اول كومنت عشان لو عايز تقرا عنه اكتر. طبعا بعد ما اكون رتبت الحاجات بتاعتي اللي انا هذاكر فيها سواء من الاسهل للاصعب او ايا كانت الطريقه، هجيب تايمر. التايمر ده هظبطه على 25 او 30 دقيقه. التايمر ده وانس ان هو بيشتغل بكون قاعد في المكان اللي انا قاعد بذاكر فيه، وهنتكلم عن المكان بعد شويه. في خلال 25 او 30 دقيقه دول انا قاعد بذاكر وبس، مركز جدا. وانس ان التايمر بيخلص بعمل تشيك مارك او بعلم على الجزء اللي انا خلصته، والعلامه دي مهمه جدا. في هرمون اسمه هرمون الدوبامين، الهرمون ده بيفرز لما بحقق اي اتشيفمنت او بعمل نجاح في حياتي حتى لو كان حاجه صغيره. لما بعلم العلامه دي بدي احساس لمخي ان انا فعلا خلصت جزء من الحاجات اللي انا المفروض اذاكرها. في الماراثون او الناس اللي هي بتجري في السبق يعني، بيبقى فيه على الارض علامات كده محطوطه للناس وهي بتجري عشان يديله الدفعه بتاعه الدوبامين، او ان هو لما يوصل يعدي علامه فيعرف ان هو قرب. تخيل ان الشخص ده بيجري ومفيش في الارض علامات محطوطه وعمال بيجري وخلاص، ممكن يحبط في اخر لحظه اللي هو خلاص كان قرب يكسب فيها. اول ما التايمر يقف بعد 25 او 30 دقيقه هبدا ان انا اقوم اخد بريك من 5 ل 10 دقائق. ودي من الحاجات المهمه جدا، ومن اكتر الغلطات اللي احنا بنقع فيها واحنا بنذاكر او حتى في الشغل، ان احنا بنقعد بالساعتين والثلاثه ورا بعض ما بنتحركش من مكاننا. فاللي بيحصل انه بعد اصلا 25 او 30 دقيقه الفوكس بتاعي او التركيز بتاعي بيقل. حبذا طبعا في البريك ده اعمل حاجه انا بحبها، اعمل حاجه فيها حركه زي ضغط عقله، الحاجات دي كلها بتنشط الدوره الدمويه. والبريكس مهمه جدا، لان انا بعد ما برجع ده هيخليني احس ان انا ببدا من الاول. المكان اللي انا قاعد بذاكر او بشتغل فيه دي من الحاجات المهمه جدا. ما ينفعش ان انا اقعد اذاكر في الريسبشن او في مكان فيه تلفزيون او قاعد جنبي الموبايل مفتوح وكل شويه واتساب وفيسبوك نوتيفيكيشنز بتيجي. لا يمكن هركز. يا اما تعمل الحاجه صح يا اما ما تعملهاش. هذاكر بس بتركيز وهطلع اوت كم او هتبقى في حاجه كويسه بتطلع في الاخر، يا اما ممكن اقوم اعمل حاجه الثانيه اللي انا بفكر فيها او شغلاني. كتير قوي بعد ما ذاكرت بدخل الامتحان نسيت الحاجات اللي انا ذاكرتها، ودي من الحاجات اللي كانت بتحصل معانا كتير في الكليه. هتكلم عن 3 حاجات ان شاء الله يساعدوك ما تنساش الحاجات اللي انت ذاكرتها. اول حاجه الكويستشننج تكنيك او نظام الاسئله. لما باجي اذاكر من الحاجات الحلوه جدا ان اي توبيك بتخلصها او جزء خلصته هبدا ان انا اكتب فوقيه سؤال. السؤال ده هتكون اجابته جوه التوبيك، وبعد ما اكون خلصت الحاجه اللي انا بذاكرها هيكون عندي مجموعه من الاسئله، والاسئله دي لما اقراها تفكرني بالتوبكس اللي انا قريتها. تاني حاجه المايند مابينج، او ان انا ارتب الحاجات اللي انا ذاكرتها دي او طلعتها في شكل خريطه او شكل معين انا افتكره لما ادخل الامتحان. طريقه ظريفه جدا، بجيب صور، الصور دي برتبها في شكل قصه. في التريننج ساينس اكتر الحاجات اللي الناس بتركز فيها وما بتنساهاش ابدا هي ان يكون في قصه بيتحكي فيها الحاجه العلميه اللي انا بقولها. ثالث حاجه ومن اهم الحاجات ان انت تشرح الكلام ده لحد تاني. اكتر ناس كانت بتجيب مجموع هي الناس اللي دايما بيلموا الشباب حواليهم في الكليه ويشرحوا لهم الحاجات اللي هم خدوها. حتى ساعات كنت بقعد اقول هو الناس دي ما عندهاش وقت ان هي تذاكر؟ طب بيذاكروا امتى عشان الامتحان؟ مذاكرتهم الحقيقيه هم ان هم فعلا يساعدوا الناس. عشان كده انت لما بتساعد الناس فعلا مش بتساعد الناس بس، انت بتساعد نفسك في الاول. مهم جدا ان انا افهم جسمي ومخي بيشتغلوا ازاي عشان اقدر استخدمهم. ما ينفعش ان انا اكون داخل سباق ونفسي اكسب وانا اصلا مش عارف العربيه اللي انا سايقها بتشتغل ازاي. فمن ضمن الحاجات ان انا اعرف الوقت اللي مخي بيستقبل فيه. حسب دراسات وتجارب كتيره جدا ان اكتر وقت المخ بيقدر يستقبل فيه معلومات الوقت اللي هو بعد الفجر. والناس اللي بتحفظ قرآن تأكد الكلام اللي انا بقوله ده. مهم جدا وانا بذاكر او بشتغل ابعد عن الاكل اللي فيه دهون او سكريات. الحاجات دي كلها بتصعب عمليه الهضم وبتخلي الانسان مش مركز وهو بيشتغل. الاكل الصحي، خضار، فاكهه، مكسرات لو فيه يعني، ادي لجسمي حقه. عشان اقدر اطلع احسن حاجه عندي محتاج اريح جسمي 6 ساعات على الاقل في الوقت اللي جسمي محتاجه فيه، مش في الوقت اللي انا شايفه صح ان انا انام فيه. حلو قوي الكلام اللي انت قلته ده كله، بس انا اصلا ما بحبش المذاكره. خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا. كتير قوي في حياتك هتكون بتعمل حاجات ممكن تكون ما بتحبهاش بس هتعملها عشان توصلك لحاجه انت عايزها. فتره الدراسه عموما مجرد خطوه في السلم بتاعك اللي انت طالع عليه الحاجه اللي انت عايز توصل لها. فمهم جدا ان احنا نربط الحاجه اللي احنا بنعملها دلوقتي بالباشن بتاعنا او بالشغف او بالحاجه اللي انا عايز اوصل لها في الاخر. انت هتخلص الفتره دي ودي هتبقى بدايه الرحله بعد كده للحاجه اللي انت هتعملها في حياتك. لو شايف ان الكلام اللي انا قلته ده ممكن يفرق مع حد، شير ومنشن، بالذات الناس اللي في الامتحانات. سلام عليكم.